السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناه مطبخ ملكه. اليوم جيت نوجد معكم واحد المملحه كتجي زوينه بزاف، بلا عجينه بلا دليك بلا اختمار، ساهله دغيا كتوجد وكتجي، واهم من هادشي كامل كتجي بنينه بزاف. فخليكم معايا تعرفوا على مقاديرها وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو بسم الله. الوصفه ديالنا هنا جبت واحد المقله درتها فوق البوطه، درت فيها واحد البصله متوسطه هكذا مشلضه رقيق، غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت، نشحر هاد البصيله شويه حتى غادي تنزل. هنا من بعد ما شحرت ديك البصيله شويه يعني كتنزل شويه كنزيدو عليها صداع ديال الدجاج. هذا الصداع ديال الدجاج اللي طحنته صافي. هنا بعد ما تشحر ليا داك الصداع ديال الدجاج مع البصيله، بالنسبه للتوابل انا غادي نكتفي غير بالملحه والابزار. صافي غادي نزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. صافي وغادي نسلم بشويه ديال البودره ديال الثوم، وهنا جبت شويه ديال الزعتره. تقدروا تنسموا بالاعشاب المنسمه ولا اليازير. انا فضلت ندير هاد الزعتره هذه كواحد الريحه زوينه. صافي هادو هما التوابل والمنسمات اللي غنديروا لهاد الحشوه ديالنا: ملح والابزار والثوم بودره وزعتره. صافي دابا من بعد ما تشحر ليا هذاك الدجاج مزيان غادي نزيد عليه واحد الحبه ديال الخيزو محكوكه، هي وحبه ديال القرعه خضراء. صافي غادي نخلي كلشي دابا يطيب. دابا غادي نقطع على هاد الخضيره مع الدجاج والبصله ونخليها طيب. هنا ديك الخضيره طابت مع الضرب ديال الدجاج والبصيله. صافي دابا غادي نطفي عليها وندوزو نوجدو لاباغي ديالنا. وبالنسبه لاباغي اللي غادي نسقيو به هذوك الخضار اللي طيبنا، هنا جبت واحد الهاشوار اولا طحان ولا داك الكاس ديال العصير. المهم انا هاد الهاشوار هي المساند الرسمي ديالي في رمضان ولا بلا رمضان، كتساعد وكتسهل بزاف الحوايج. غادي نديرو فيها 3 ديال البيضات، نزيد عليهم كاس ديال الحليب، كاس ديال العنبه ديال الحليب، وبالنسبه للتوابل غادي نديرو نفس التوابل، يعني ما نكثروش نفس التوابل اللي درنا في هذيك الخضار والبصل ديال الدجاج. غادي ندير شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. صافي واخا غير الملحه والابزار كتجي هاد المملحه هذه كتجي بنينه بزاف. وبالنسبه للمنسمات غادي نزيد شويه زعتره كما درت مع الخضيره والدجاج، وغادي نزيد شويه ديال البودره ديال الثوم. صافي غادي نزيد 3 القطع ديال الفرماج مثلث. هنايا عندي 2 معالق ديال الدقيق اللي غربلتهم، 2 معالق كبار عامرين مزيان حتى هما غادي نزيدهم، وواحد الخماره ديال الحلويات. صافي دابا غادي نطحن هادشي كامل ونرجع معكم. صافي من بعد ما طحنت هاد الخليط ديالي هذا، صافي دابا هنا غادي نجيب واحد الغراف ولا نجيبو غراف ولا كاس، المهم اللي يكون عنده هكذا يكون ساهل هكا عملي في الخدمه باش نخويو به. غادي نخوي عليه هذاك الخليط. صافي بحال هكا. انا جبت هاد القوالب هادو ديال الكيك والكيش وكلشي، دهنتهم شويه ديال الزيت ورشيت عليهم الدقيق. فمن الاحسن دهنهم بالزبده، انا غير تقالت لي الزبده درت غير الزيت. من الاحسن ديروا الزبده وطشوهم بالدقيق باش هكذا ما يلصقوش ليكم. كنديروا فيهم شويه من هذيك الحشوه اللي طيبنا وبردات. هي ماشي بالضروره تكون بارده لان ماشي ما كاينش العجينه اللي غادي تقطعها ولا شي حاجه، المهم راه مازال دافيه. غادي نحطها هكذا في كل واحد القالب غادي نحطو فيه شويه ديال هاد الحشوه هادي بحال هكا حتى غادي نكملوا هاد القوالب اللي عندي كاملين. كيف ما يمكن لكم ديروها في قالب كبير
وتقطعوها من بعد ما طيب. صافي انا غادي نحاول نزيد فيهم كل وحده، نزيد فيها شويه ونعمرهم مزيان. من بعد ما عمرت هاد القوالب اللي عندي كاملين غادي نجيب هذاك الخليط اللي طحنت معكم، غادي ندير ليه واحد التخليطه هكذا خفيفه بالمعلقه باش يعاودوا ينسجموا لنا هذوك الشيء اللي طحنا. صافي بحال هكا. وغادي نخويو في كل مول نخويو شويه بحال هكا، وما نحاول نخويوهم بالتساوي، كل وحده نخوي فيها شويه بحال هكا. نخويو كامل على هاد الحشوات. هاد الخليط هذا هو اللي غيجمع لينا هاد الحشوه هذه وتجي متماسكه. صافي غنحاول نقادهم مزيان هكا، كل وحده ندير ليها كميه، نقسموا عليهم هاد الخليط هذا كامل عليهم بحال هكا. اخر حاجه كنزيدها انا هي الموتزاريلا، اللي بديت كنزيد فيها كنصحاب لي كنصور ما كنتش كنصور. المهم غادي نزيدو شويه ديال الموتزاريلا من الفوق، كتبقى اختياريه، بديتو تزيدوها زيدوها، ما بغيتوش غير هكا، غير بهاد الحشوه هذه راه كتجي زوينه وكتجي بنينه. صافي بحال هكا نوزعها عليهم كاملين بهذا الشكل هكا. والفران راني مسخراه من قبل درجه حراره 180، غادي نشعل عليهم من التحت ومن الفوق حتى غادي يطيبوا ويتنفخوا ويتحمروا، ونتلاقاو باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. ولي الشكل ديالهم بعد ما كيخرجوا من الفران كيجيو كيتنفخوا كيجيو زوينين بزاف، وداك الفرماج داب من الفوق. شوفوا كي كيجيو صراحه كيجيو زوينين بزاف. دابا غادي نحاول نحيدهم من هاد القوالب هادو ونرجع معكم. هنايا غنستعن شويه بالموس، غادي نحاول نجر الجنيبات، واخا راه ما كيلصقوا ما والو، انا غير دهنتهم بالزيت، داكشي علاش خفت يكونوا يلصقوا ولا شي حاجه. ومن الاحسن دهنوا القوالب بالزبده. صافي بحال هكا. شفتوا الشكل ديالهم كيف تيجي؟ صراحه كيكونوا زوينين بزاف. راه مازال سخونه. صافي غنحيدهم كاملين ونرجع معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال المملحه ديالنا بعد ما حطيتها في التبصيل ديال التقديم. كتجي صراحه رائعه بزاف شكلا ومذاقا، واحد البنه فيها ما تخيلوش كيف دايره. نتمنى فعلا تجربوها باش تشوفوا كيف كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه لهاد الحشوه اللي درت انا، تقدروا ديروا اي حشوه بغيتو بالكفته ولا حتى الطون مع الخضره، المهم اي حشوه بغيتو. انا درت اليوم صدر الدجاج مع الخضر وجات لذيذه بزاف. انا كنديرها بحشوات يعني مختلفه، فاليوم درتها بهاد الحشوه هذه جات خطيره في المذاق ديالها. غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوا من الداخل كيف كتجي. ومعايا الشكل ديالها كيف تيجي. صراحه كتجي شي حاجه واعره بزاف وسهله كيف ما شفتوا. شوفوا من الداخل. وبهكذا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم هذا الاقتراح هذا، وكيف ما العاده الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما من جديد. والسلام عليكم.